لدرجه ما حدش بيعاونه حتى في غسيل ملابسه. يعني بيعيش عمليه لا انسانيه، نطالب بالافراج عنه لاسباب صحيه. نطالب الرئيس مرسي بزيارته لامريكا ان يلتزم بهذا الطلب. في النهايه اقول نحن لدينا حل اسلامي متكامل سنشرحه في الايام القادمه، سواء في انتخاب ملوش دعوه بالانتخابات، ده راينا من زمان، ونظل نزوركم ونشرح لكم. اختم كلامي بقول لكم سواء جالكم واحد من مصر او ما جالكوش، جالكم واحد سياسي مش في الحكم زيي او في الحكم، ما تشتكوش. الان جاء وقت العهد اللي انت تنتزع حقوقك. الصعيد هو القائد وليس المشتكي بحق المشتكى او الذي يشتكي. انا لا اشكو بالشكوى الحناء، وانا نبض عروقي كبرياء. الصعيدي لا يشكو، الصعيدي يحل يعني يصحح المسار. والانتخابات قادمه، نريد رجالا من اسوان الى الجيزه ونريد في كل مصر انتخاب رجال يعبرون عن مصالح الشعب، وان ننتهي من قصه تهميش الصعيد مره واحده والى الابد بنواب حقيقيين، مش عشان النائب هو اللي هيعمل المصانع ابدا ولا خدمات، ده موضوع هامشي. من اجل تشكيل حكومه تعبر عنكم. الاغلبيه تشكل الحكومه تقول هذا الكلام الذي نحن نطالب به، وهي حكومه تحقق يعني تنهي هذه المهزله الكلاميه عن الاهتمام بالصعيد، ونريد الاهتمام بالصعيد. ويا سيدي احنا عرفنا من كلامكم عن الاهتمام بالصعيد، نحن الذين سنأخذ الزمام بأيدينا، ونحن الذين سنبني الصعيد وسنبني الصحراء. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.